صباح الخير. وصفتنا لليوم دونات الميكس ديال الدجاج والبطاطا المقرمش مع صلصة الجبن والثوم الرائعة، وجبة خفيفة نقدموها ونفرحوا بها وليداتنا. غناخدكم بالكل تفاصيلها، من طريقة الاحتفاظ بها في المجمد حتى الطريقة ديال عمل لا شابلور بطريقة مبسطة وسريعة. قبل ما نبدا وصفتنا لليوم تنحب نذكركم لو اول مره تزوروا القناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، ولايك للفيديو. غنحتاج بالاول الحبه ديال البطاطا، او حتى يمكن لكم تستخدموا جوج الحبات ديال البطاطا على حسب الكميه اللي بغيتوا تحصلوا عليها، اللي سلقتها وقطعتها لاطراف صغيره. وعندي ايضا 250 غرام ديال صدر الدجاج اللي سبق ليا وغسلته بالملح والخل جيدا، واللي غنزيد ليه الاطراف الزائده ونقطعه على شكل مربعات صغيره. وضعت المكونات الأساسية: قطع الدجاج وقطع ديال البطاطا المسلوقة، وغنضيف ليهم 3 فصوص ديال الثوم وعلى حسب الرغبة. ضفت ملح وفلفل اسود، وغنضيف كذلك قطعه ديال البصل اللي قطعتها على شكل شرائح، وكوب ديال البصل الاخضر. وغنترك لكم مقادير بصندوق الوصف بالغرام والملي. وعندي كذلك كأس ديال لا شابلور اللي حضرته فقط في البيت. وغنوضع كل مكونات محضرة الطعام عفوا، بلا ما نزيد عليها حتى شي اضافات سائلة تانية. وبالنسبه للشابلور غنحتاج للخبز البارد اي نوع ديال الخبز من فصيله الفينو، اللي من الممكن ان احنا نتركوه فقط على برا الثلاجه حتى تيبرد، او لا ندخلوه للفرن يكون ساخن لمده ديال من 5 ديال الدقائق حتى 8 ديال الدقائق حتى تيتشرب الحراره وتيقصاح. وتناخد أداة الحكاكة بالدارجة ديالنا ديال الثوم ولا البصل، تنحكو بهذه الطريقة هذه ونرجع نمررو في الصفاية. وبهذه الطريقة هذه تنحصل على لا شابلور سريع ومثالي لجميع الاستعمالات. وبالنسبه للخليط ديال الدجاج والبطاطا فتنطحنوا بمحضر الطعام حتى نحصل على عجين متجانس ناعم بهذا الشكل هذا. وغنضيف الخليط اللي تجيب الحلواني. صراحه ما متاكداش من الاسم الصحيح ديالو، ولكن تيجي على هذا الشكل هذا، مختص ديال الحلويات والاستعمال الواحد. واللي غنحاول نشكلهم على شكل دوائر من فوق ورق الزبده، وحتى ولا بغيتو تختاروا شي شكل تاني فعلى حسب الذوق ديالكم.
بعد ما تشكلوهم غيحتاج ندخلهم للمجمد، غنحتاج ندخلوهم او ندخلهم للمجمد عفوا، وغنطلعهم المجمد مباشره. غنوضعهم بالدقيق من ثم البيض، واخر حاجه لا شابلور. وفي هذا الاثناء كتمجهزه مقلاة بزيت غازي على نار متوسطه اللي غنضيف ليها مباشره الدونات. ياخذوا دقيقة واحدة على كل جهة حتى يتحمروا وياخذوا لون ذهبي مثالي، ونقلبهم للجهة الثانية. وتنستمر بهذا الشكل هذا حتى تنسالي الكمية كاملة اللي عندي. وبالنسبة للتخزين فالكمية اللي بغيت نخزنها فيكفيني اني غنوضعها في المجمد بعد ما تنوضع عليها الدقيق والبيض ولا شابلور. وبالنسبه للكميه اللي غنحتفظ بها فتنخزنها على هذا الشكل. غنوضع قطع ديال الدونات ومن ثم ورق الزبده وتنضيف فوقها قطع ديال الدونات، وهكذا غنحتفظ بها في المجمد حتى الوقت ديال الاستعمال. غنطلعها قبل بجوج ديال الدقائق من المجمد وغنضيفها مباشره للزيت. وبهذا الشكل هذا غننتقل باش نوجد صلصه الجبن والثوم اللي تترافقها واللي يمكن لكم تغيروا فيها على حسب شنو متوفر عندكم. ضفت ملعقه متوسطه ديال الزبده، جوج الفصوص ديال الثوم، ودائما على حسب الرغبه ملح، وملعقه كبيره ديال المايونيز. وغنحتاج كذلك من 4 إلى 6 ديال المعالق ديال الحليب، وكذلك عندي 3 قطع ديال جبن البرغر او اي جبن تاني متوفر عندكم يمكن لكم تستبدلوها به. تنضيف كل المكونات على النار اقل من متوسطه حتى تطبخ وتجانس مع بعضها، وغنرجع نضربها بالبغا ميكسور او بالهاند بلندر. وهكذا وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم. بالصحة والراحة لكل من غيجرب الوصفة، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم. وإلا كنتي او كنت اول مرة تزور القناة فانا شيماء. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد، ولايك للفيديو.